عمار. فهناك من انزل عالم الالوان الاربعة عنه وفضل علم اللون الواحد. سألته يا ابا عمار هل وصلك ان بعضا شددت صورتك هناك؟ فاجاب نعم يا احمد وصلني، واضاف كعادته مبتسما سامحهم الله فهم ايضا ابنائي الم اقل لكم؟ لا بأس يا ابو عمار لا بأس، فصورتك هي ارض البلاد كلها، بحرها وبرها، برها وبحرها، هي فلسطين وانت فلسطين، هي فلسطين وانت فلسطين. هناك من شطر الوطن واقتسم إدارة سجنه بدلا من السجان، فأصبح الوطن وطنان والبلد بلدان وهو وطن واحد لا وطنان. أعداء شعبنا يا أبا عمار يفركون أيديهم شماتة. هل تذكر يا أبو عمار المهاجر لبرمن إياه يريد أن يبادلنا يا أبا مازن بالمستوطنين، أن يبادل أحبائك في الطيبة وباقة ووادي عارة وأم الفحم وربما حيفا وعكا واللد والرملة بثوائب المستوطنين؟ ألا يدرك المهاجر أننا هنا قبله وسنبقى هنا من بعده؟ هو المؤقت ونحن الثابتون، هو المؤقت ونحن الثابتون. شاء من شاء وأبى من أبى، شاء من شاء وأبى من أبى. هم السراب، هؤلاء المستوطنون هم السراب ونحن ملح هذه الأرض، أصحاب الزعتر والزيتون، ونحن من يزرع الزيتون وهم يطلعون، نحن من يزرع الزيتون وهم يطلعون. فحتى يا أبا عمار عن الغد الآخر لينعم بظله أطفال فلسطين وأطفال إسرائيل، بحثت عن سلام شجعان هو نفس السلام الذي يسعى إليه رفيق دربك أبو مازن، فعاصروك لأنك رفضت الخنوع وصعقتهم بلا عربية فلسطينية لم يكونوا قد اعتادوا عليها من عربهم. نحن عشية مؤتمر آخر، ولا أعرف إن اكتملت ظروف نجاحه أو أن هناك من يزرع شوك فشله في ردهات المفاوضات، وإن فشل هو أو ما بعده فقد تكون هذه ضربة قاسية لفكرة الدولتين. الأخوات والأخوة، إن أبا عمار الذي نحييه اليوم هو الذي يجد كل منا في سره شيئا يخصه دون الآخرين، فهو للفدائيين رمز الفداء، وللسياسيين أستاذ السياسة، وللمفاوضين مدرسة في المفاوضات، وللبسطاء عنوان دائم للبساطة. لكل منا سيرة لا ينساها عن فن القيادة وكمية الحب والوقت الذي تملكهما بما كان يكفي. شعور كل منا بأنك له دون الآخرين، أو على الأقل له منك ما ليس لسواه مثله، حتى اكتشفنا أننا كنا نختلف على من له منك الحظوة الأولى والمكانة المميزة. فهكذا هي فلسطين، لا نختلف عليها، بل على من يقترب منها أكثر ويكون ابنها المدلل. أبا عمار، لقد أراد الجميع الأصدقاء والأعداء أن تكون لهم، لأنهم أرادوا قربا من فلسطين. منهم من أراد القرب حبا، ومنهم من أراده طمعا، ومنهم من أراده عداوة، لكنهم جميعا سلموا أن عنوان القرب من فلسطين هو القرب منك، حتى وهم ينكرون عليك مكانتك بين أبناء فلسطين. كل فلسطيني يبكيك اليوم، يبكي شيئا من ذاته غاب مع غيابك. حتى الخصوم فقدوا الخصم الذي تحلو معه الخصومة،
والاعداء فقدوا من ينالون شرف الربح عليه في معركة يسجل التاريخ لهم النصر فيها. اليوم ونحن نعيد الوداع الذي لم ينتهي، يكفينا انك رحلت ولا تزال رمزا نتوحد حوله فيجد فيك كل منا حجة في خياراته. ففي المقاومة انت ابوها، وفي المفاوضات انت مدرستها، لكن خطك الاحمر الذي اسقط ومعنى الوفاء لك الا يسقط هو الوحدة الوطنية، فلا يجد فيك المقاومون حجة لهم مع المفاوضين لتخوينهم، ولا يجد فيك المفاوضون حجة على المقاومين لإقصائهم. من دون فلسطين لن نصل إليك ولن نفهم عليك، تلك لغتك التي أتقنتها ب1000 لهجة ولهجة، ولكنها كانت لغة واحدة تبدأ البسملة فيها بالأقصى وتنتهي الحمدلة فيها بالفدائي الأول عيسى بن مريم، ومعنى القيامة وإنا فتحنا لك فتحا مبينا. لن ندع الذين راهنوا على تفرق ريح هذا الشعب بغيابك يفرحون ويجعلون علامة الغياب عرسا لهم يرقصون على قبورنا، ولن نقبل بتحطيم البيت من داخله، بل ستبقى وصيتك وكوفيتك رمزا لكرامة هذه الأمة وشرف هذا الشعب. علي الكوفي علي، علي الكوفي علي، علي الكوفي علي، علي الكوفي علي.